أحيانا بحس إني محبوس في دوامة من الأفكار والقرارات اللي ممكن تغير حياتي تماما. بحس إن كل اختيار بيحدد مصير، ولو اخترت غلط الدنيا ممكن تتقلب. علشان كده ساعات بحاول أهرب من التفكير ده وأشغل نفسي بأي حاجة تانية، لكن دايما بيجي وقت بحس فيه مفيش مهرب من القرار. كل يوم بيبدأ زي اللي قبله، بصحى بدري، أعمل شوية تمرينات بسيطة، أفطر واشرب كوبايه القهوه او كوبايه الشاي اللي بتملى يومي بالطاقه، وبعدها بخرج اتمشى في الشارع. بس بدل ما افكر في حلول بلاقي نفسي بشكك في كل حاجه. هل انا فعلا ماشي في طريق صح؟ هل القرار اللي اخدته كان الافضل؟ هل كل ده في الاخر هيكون له معنى؟ الاسئله دي كانت بتلازمني طول الوقت، لكن في نفس الوقت كنت فاكر حلمي القديم. كنت بحلم اكون طيار حربي من وانا صغير، وانا بحلم بالطيران، بالحريه اللي بيحسها الطيار في السماء. ولما وصلت تالتة اعدادي في 2018 2019 كان كل هدفي اني ادخل الثانويه الجويه وابدا رحلتي في تحقيق الحلم ده. لكن للاسف الدنيا كان ليها راي تاني. نظري كان ضعيف وده منعني من دخول المدرسه اللي كنت بحلم بيها. كانت لحظة صعبة عليا، حسيت وقتها ان الدنيا وقفت وان حلمي خلاص كده. بعد فترة من الحيرة والضياع بدأت أفكر في طموحات تانية. البرمجة شدتني شوية لأنها كانت وسيلة أقدر من خلالها أبني حاجة جديدة، أخلق عالم من الصفر. بدأت أشوف نفسي مهندس برمجيات في المستقبل، وده بقى هدفي الجديد. في الوقت ده بدأ يجيني هاجس تاني، فكرة صناعة المحتوى. مش بس إني أصور أشخاص أو مشاهد، لكن إزاي أقدر أعبر عن أفكاري أو أوصلها للناس بطريقة مختلفة. مسكت الكاميرا لأول مرة وبدأت أتعلم. كنت بجرب أصور مشاهد بسيطة من حياتي، حاجات بتعبر عن المشاعر اللي جوايا. بس زي أي حاجة جديدة كنت بلاقي نفسي مش فاهم كل حاجة، بحاول أفهم وأتعلم، وده كان بيحتاج صبر. في البداية كنت بعمل فيديوهات بسيطة بس ما كانش فيها الروح اللي كنت بدور عليها، وكنت دايما بحس ان في حاجه ناقصه. فضلت اجرب اخوض في حاجات جديده، اتعلم التصوير واصور، واتعلم المونتاج، وابدا امنتج، واشوف ازاي اقدر اخلق محتوى ليه قيمه. كان في اوقات كتير حسيت اني بفشل واني مش قادر اوصل للحاجه اللي بحلم بيها. ساعات كنت بفكر واستسلم، بس في نفس الوقت كان جوايا صوت بيقول لي كمل، جرب تاني. ودلوقتي انا داخل سنه تانية كمبيوتر ساينس، ولسه عندي نفس الحماس لتطوير نفسي. بشوف البرمجه كوسيله لبناء حاجات جديده، وصناعه المحتوى كطريقه للتعبير عن نفسي. الحلم مش بيتحقق في يوم وليله، لكن كل خطوه بتاخدها بتقربك من هدف، حتى لو الطريق مش واضح دايما. انا ما كنتش اقدر ابقى طيار حرب، لكن ده مش معناه ان احلامي انتهت. اكتشفت حاجات جديدة، طرق مختلفة أقدر من خلالها أحقق نجاح وأثر في حياة الناس. دلوقتي بصور فيديوهات ومحتوى بحكي فيه قصصي وتجربتي وحاجات تهدف لأن الإنسان يطور من نفسه، أو بالذات الشباب. وبتمنى إن الكلام ده يلمس كل شاب بيسمعني. اللي عايز أقوله إن الأحلام ممكن تتغير، لكن ده مش معناه إنك لازم تستسلم. القصة دي مش بس عن الأحلام اللي بتضيع، لكنها عن القوة في إنك تلاقي حلم جديد وتسعى وراه. الحياة مليانة اختيارات، وكل قرار ممكن يغير مصيرك. فلو أنت في موقف مشابه أو عندك حلم كبير مش قادر تحققه دلوقتي، فكر في الطرق التانية اللي ممكن توصلك لهدفك. خليها تجربة تتعلم منها وتخليك أقوى. وفي الآخر عايز أقولك مفيش حاجة بتيجي بسهولة، والطريق دايما بيبقى مليان تحديات، بس الأهم إنك تكون مستعد تواجهها وتتعلم منها. أنا لسه في بداية رحلتي، وكل يوم بيجيلي تحدي جديد. المهم إنك تكون مستعد تتعامل مع ده، تفضل مكمل في طريق مهما كانت الصعوبة.